السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم والف مرحبا بفيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم عالم النزهة المتنوع. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، احسن الظروف، وكتمتعوا بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم جبن منزلي، جبن نباتي. بالنسبة للناس اللي كتعاني من مشكل صحي وما يمكنلاش تتناول الجبن اللي اصل حيواني. جبتكم بهذا الجبن اللي هو ساهل وبسيط، مكونات اللي هي بسيطه. بكاس ديال اللوز غادي نحضروا واحد الكميه لا باس بها من الجبن. هنا عندي كاس ديال اللوز، يمكننا نستعملوا زلافه ديال اللوز. المهم الكميه كتبقى اختياريه على حسب الرغبه، على حسب شحال بغيتي تحضر ديال الكميه ديال الجبن. انا هنا درت كاس ديال اللوز كما شفتوا، العبار بهذا الكاس. المهم كاس اللي كنعبروا به اللوز كنعبروا به الماء. هنا من بعد ما غسلت اللوز مزيان كنغطيه بالماء وكنخليه ليله كامله كيفزق. المهم هنا ولا غدا في الصباح هانتوما من بعد ما بات ليله كامله راه كيتبدل اللون ديال الماء. غادي ندوز نحيدو ديك القشره، راه دغيا كتحيد. كنقي ديك الكميه ديال اللوز اللي عندي كامله وغادي ندوز نطحنها. المهم هانتوما كنستمر حتى كنكملها. كنحصلوا على هاد الكميه هذه ديال اللوز. هانتوما كي كيكون الشكل ديالو. غادي نحضروا هنايا واحد الخلاط اللي غادي يطحن اللوز مزيان. انا هنا درت كاس، هانتوما كاس ديال اللوز كنديروا معاه 2 كيسان ديال الماء. هنايا غادي نضيفوا الكاس الاول، هانتوما كما كتشوفوا. الماء عادي، الماء من الروبيني كما كتعرفوا. ها الكاس الثاني الماء بارد، ما دافي، ما حتى شي حاجه، الماء من الروبيني. هانتوما من بعد ما طحنتو مزيان ما كيبقاوش فيه ديك الحبيبات ديال اللوز. المهم كنحصلوا هنايا على الحليب ديال اللوز. هانتوما كما كتشوفوا هنايا غادي ندوز ونديروا على البوطه على نار اللي هي مهيله. هانتوما تشوفوا القوام ديالو كي كنحضروه، ما كيبقاوش فيه الحبيبات كما قلت لكم ديال اللوز. هنايا غادي ندوز كما قلت لكم نديروا على نار اللي هي مهيله. وغادي نجيب واحد الحامضه، غادي نحتاج هنا عصير ديال الحامضه. وإلا بغينا نضيفوا له الملح راه كنضيفوا، ما بغيتوش كتبقى اختياريه. انا ما درت لا ملح لا حتى شي حاجه، درت له غير الحامض. هنايا نتوما كتشوفوا بعد ما حطيته على النار كيبقاو يبانوا غير ديك الفقاعات من الجناب. ها نتوما كما كتشوفوا صافي غادي ننزلو. ما كنخليوهش حتى كيطلع كامل حتى كيفيض لنا الحليب. هنا كننزلو كنحركو شويه باش كيبدا يبرد حتى كيدفى شي شويه. كنخليه دقيقه ولا 2 دقائق وانا كنحرك فيه على هذا الشكل هذا حتى يبدا يدفى كما قلت لكم. غادي نضيف هنا العصير ديال الحامضه، عصير حامضه كامله. واللي بغى كما قلت لكم يدير الملحه يدير، انا ما استعملتش الملحه، انا بغيتو هكا المهم بلا ملحه. نتوما كما كتشوفوا القوام ديالو راه كيتبدل، راه كيبان بحال خسرنا ديك الحليب. المهم هنايا غادي نغطيه ونحتفظ به واحد نص ساعه. كنخليه على جنب واحد نص ساعه. من بعد كنرجع ليلو. ها نتوما كما كتشوفوا هنا ملي غادي نعري غادي نلقاه بدا كيتكتلنا. ها نتوما غناخذ واحد المغرف وتشوفوا ها نتوما القوام ديالو كيفاش كيرجع. ها نتوما على هذا الشكل هذا راه بدا هنايا كيتجمع. ها نتوما باش تبان لكم الصوره كنقرب لكم باش تشوفوا، حيت الاضاءه ما عنديش كافيه بزاف. هنايا كناخذ واحد المنديل، يمكننا ناخذ واحد الدره ديال الحياتي كما معروفه عندنا في المغرب. هنا انا ما توفرت ليش درت هذا المنديل هذا، حتى هو راه كيصفي لنا مزيان. غادي نجمع هذا المنديل وغادي نخليه واحد 3 ديال الساعات وغادي نرجع معكم. هانتوما درت واحد الصفاي من تحت من المنديل. ها نتوما كما كتشوفوا. والا كانت عندكم شي شبكه اللي العينين ديالها ضيقين وشي شبيكه صغيره حتى هي راه كتجي زوينه. انا ما توفرت ليش ديك الشبكه، درته هنايا غير في هذا المنديل وحطيته على هذا الصفاي. ها نتوما كما كتشوفوا هنا من بعد ما دازت 3 ديال الساعات كيجي على هذا القوام هذا. وهذا الماء هذا ما كنضيعوش، ما كنرميوش، يمكننا نحضروا به بزاف ديال الحوايج. كنا نديروا به الخميره البلديه ولا نعجنوا به ولا شي حاجه. هنا كنغطي هاد الزلافه ونخليها كما قلت لكم. الا كانت عندكم ديك الشبيكه ديال الجبن راه كتعطي واحد شكل زوين. انا ما عنديش، هنا غطيت غير هاد الزلافه غطيتها بالسلوفان واحتفظت بها باش ياخذ لي القوام ديال هاد الزلافه. المهم خليته غير باش يدي لي الشكل ديال هاد الزلافه وصافي، حيت ما عنديش ديك الشبيكه خاصه وراه كيتباعوا. المهم مره اخرى ان شاء الله نشريها ونديرها بها.
المهم انا كنت غادي نحضرو، قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. ها انتم تشوفوا القوام ديالو كيف كيجي على هذا الشكل هذا، دغيا دغيا كما قلت لكم، مكونات اللي هي بسيطه. الناس اللي عندها مشكل صحي الله يشافينا ويشافي الجميع، وتا الناس اللي بغاو يبدلوا المذاق ديال الجبن اللي معتمد دائما واللي كناخذوه بواحد الثمن هذا المهم كيطيح اقتصادي وفي نفس الوقت كيجي لذيذ. هانتوما هنا انا درتو في هذا التبصيل على هذا الشكل، راه دغيا كيحيد معنا من الزلافه. هانتوما شوفوا القوام ديالو، راه كيجي مزيون وكيجي صراحه كيجي لذيذ بزاف. يمكننا نحتفظوا به حتى اسبوع في الثلاجه ما كيوقع حتى شي حاجه، ولكن راه كيجي لذيذ، راه ما غاديش يبقى لنا حتى السيمانه، ما غاديش نكملوا سيمانه، غادي يكون سالا. وخصنا ان شاء الله نديروا واحد اخر. هنايا درت هاد التزيين بسيط. المهم درت له انا هاد الحبيبات ديال اللوز، المهم باش باش كنعطيو هذا بانه راه جبن الاصل ديال اللوز. ها انتم كما كتشوفوا راه كيجي لذيذ، وكما قلت لكم كيحط واحد الكميه اللي هي كبيره. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليق ديالكم. وكنشكر الناس اللي كتدخل عندي، كنشكركم بزاف بزاف. وكنشكر الناس القديمه حتى هي كنشكركم بزاف. راه الشكر كما كنقول لكم دائما راه قليل في حقكم، والناس حتى هي اللي جديده كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا. كتشرفوني وتنوروني بالحضور ديالكم. هانتوما كما كتشوفوا غادي نقطع معكم طريف ديال الجبن، وغنديرو في الخبز ديال الزرع، الخبز الكامل. كنبقاو في اطار شي حاجه اللي هي صحيه. خبز كامل كندهنوه هانتوما على هذا الشكل هدايا، وغادي ندير معاه شويه ديال العسل الطبيعي ولا المهم اللي متوفر عندنا. المهم انا درت معاه شويه ديال العسل ديال النحل، العسل اللي هو طبيعي. كنقلبوا على شي حاجه اللي هي صحيه، وراه كيجي لذيذ بزاف، صدقوني وجربوها. واللي جرباتو ترد عليا في التعاليق. وما تنساوش اخواني اخواتي دعموني بواحد اللايك ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. ونخليكم في رعاية الله، وإلى فيديو قادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.